بإقليم شتوكا إتباها وبالتحديد بالجامعة الترابية الصفا، البحث لا زال متواصلا عن الطفل حسين ذو ال4 سنوات الذي اختفى في ظروف غامضة. العائلة كلها أمل في العثور على فلذة كبدها سالما معافى. روبورتاج حيج بالتامك والمعتصم بالله البعساوي. بدوار أيتحمو بجماعة الصفا بإقليم شتوكا إتباها، ومنذ يوم السبت الماضي اختفى الطفل الحسين ذو ال4 سنوات في ظروف غامضة دون أن يتم العثور عليه لحد الساعة. عائلة الحسين لا زالت تحت وقع خبر اختفاء ابنها. تقريبا ما بين الجوج لحظة ونص تقريبا جا عندي للدار ديال نهار السبت، جا عندي للدار جالس معايا كيضحك معايا واحد شويه، كيلعب تما واحد شويه، هو خرج من الدار. ديك الساعات دايزه شي ساعات المكانه تقريبا، مشاو كيقولوا راه الحسين ما كاينش في الدار. جات مو عيطات عليا في الشرجم ديال الدار عندي، كاين انا في السطح ديك الساعه يا هذيك. خرجنا كنقلبوا الجيران نايضه كامل الدوار نايض كيقلب. الان باقي كنقلبوا السلطات الامنيه وكلشي كيقلب وما لقينا والو. هادشي نهار السبت وكنقلبوا كاين البوليس شنقول لك كلشي كاين هنا، الدرون، الطيارات. السلطات المحلية بإقليم شتوكا إتباها من وقاية مدنية وفرق دركية معززة بالكلاب المدربة وعناصر القوات المساعدة وساكنة الدوار تواصل عملية البحث عن الطفل الحسين من خلال القيام بحملات تنشيطية لمجموعة من الآبار والحقول والأماكن المهجورة بالمنطقة، إلا أن البحث لم يسفر عن أي نتيجة. الدور ديالنا كان يلاه في تقريبا واحد 130 دار تقريبا، واول مره كنشوفوا هذه الكارثه اللي وقعت لينا بالتصريحات ديال والديه. تيقولوا بان السيد يلاه تغدى مع عمو، يلاه تغدى مع والديه، خرج حدا الباب ديال الدار على رمسة عين مشى لينا السيد. والتصريحات ديال والديه كما تيقولوا على البارحه والثاني مع السلطه، ملي سولوهم السلطه قال لهم سمعنا واحد الصوت ديال الموتور دار حدا الدار، ديك 10 دقائق ديك ربع ساعه اختفى لينا الولد. أفئدة تسابق الزمن وتواصل البحث، وكلها رجاء وأمل في أن تجد الطفل المفقود سالما معافى وتتمكن من فك لغز اختفائه.